ما عارفينش يسيروا الجماعات، ما عندهمش الاستقامه الضروريه، ما قدوش يديروا البرامج، ما قدوش يديروا الميزانيات. الرباط فيها مشكله، ما بقاتش مشكله مع العداله الحكوميه، مشكله غير مع بعضياتهم، مع الرؤساء والاغلبيه ديالهم. الرباط فيها مشكله، الدار البيضاء فيها مشكله، فاس فيها مشكله، مكناس فيها مشكله، اسفي خلاص انتم قلتيو كاع فهمتي ولا تفرتكات، يعني اكادير فيها مشكله. دوك واش جيتي شنو هذا الشيء؟ هادو الكفاءات هما في الحقيقه. هاد الناس هادو مع الاسف الشديد، هاد الناس جايين جيعانين، جايين عطشانين، داروا في البال ديالهم الاخرين باش يحيدوا العداله. يا الله يا سيدي نبارك فيك. المره الاولى ما نجحت لهمش، ملي كنت انا رئيس ديال الحكومه بتوفيق الله والتكاتف ديال الاخوان. في 2015 دينا تقريبا كل شيء. 2016 جبنا 125. في المره الثانيه بعض اخطاء اخواننا، هذه هي الحقيقه. السي العربي كيعقل، السي العربي جبتو للدار هو والسي العمري والسي الحمداوي، قلت لهم تمشيو لعند السي سعد الدين العثماني وتقولوا ليه عامين قبل الانتخابات رحنا غاديين للهاويه، كانت شي ما كانش صار عامين ولا عامين ونص، تقولوا ليه يا اما يقدم استقالته من رئاسه الحكومه يمشي يقابل الحزب، يا اما يقدم رئاسته من الحزب يمشي يقابل الحكومه ويخلينا نديروا مؤتمر استثنائي، رحنا غاديين للهاويه. بل قلت للاخوان وسولوا السي عبد الرحيم الشيخي، يعيطوا عليه في التليفون وسولوا، قلت لهم راه غنجيو حنا الساتين، ما جيناش حنا الساتين جينا حنا التانيين، ولكن ماشي غير حنايا، يديو يد القابله، فهمتيني ولا؟ القابله واش بالقابله فهمت؟ القابله فهمتي ولا؟ يديها بحال ديال الجمل، فهمتي؟ جات الجمل الدري قطعت ليه العلق ديالو. المهم حنايا دابا اللي عطا الله هو هذا. هذا الشيء اللي تنقول لكم على السي العربي يمكن لكم تعودوه على كل شيء. فاس يحيدوا من الناس السي دريس الازمي، ودابا تيقول لك يلاه كاين السي دريس الازمي في الوسط السياسي، يقول لي غير يوريوني غير شي واحد من شي حزب سياسي كيتكلم بحال السي دريس الازمي، غير واحد، غير واحد تجيبوه من معارضه من اغلبيه منين ما كان، دخلوا شوفوا شحال ديال الناس اللي كيتابعوا داك الشيء وكيشوفوه. فهمتي؟ اللهم امين يا رب العالمين. فهمتيني ولا لا؟ والسي يعني عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري، انا كنت رئيس الحكومه وجاو عندي شي وحدين فيهم واحد من العائله ديالي في النقل متابعين الدوله في 4 المليار ديال الدرهم ونص. غير بالمناسبه هذه الحكومه تبادلوا معها حتى الارقام. طبعا المغاربه كيسمعوا 4 المليار ديال الدرهم ونص كيجيب لهم الله 4 المليار ديال الدرهم ونص، وحكمت بها المحكمه وكانوا غيديوها او كانت تحكم بها شي جهه. وقف السي وعن غير حق. طبعا الحال من الناحيه ديال القوانين وداك الشيء كاين البريكو، والسي عبد العزيز العمري وقف ربح الدوله في قضيه واحده، بحال اللي كنقول لكم على السي العربي، في قضيه واحده من 500 مليون مرينا ل 2 المليار، من 4 المليار ديال الدرهم ونص ربحها الاخ سي عبد العزيز، ربما ذاك الرقم كامل، وغيره بلا ما نتكلم على داك الشيء اللي دار السي الانفاس، بلا ما نتكلم على داك الشيء اللي دار السي عمر في تطوان، بلا ما نتكلم على داك الشيء اللي دار. غير حنا في الرباط كان عندنا النقل العمومي والكربات ديال الخضراء اللي مدقدقين باباهم بحال جا السي جامع المعتصم، نقول لكم الحقيقه كالساحر، لانه داك الشيء تدخل فيه مجموعه ديال الجهات، من الصعب جدا تاخذ الموافقه ديالها، وتاخذ الموافقه ديالها بطريقه نقيه، ما عطات حتى درهم حتى شي واحد وما خدت حتى شي درهم حتى شي واحد. وعاده بحال هذا الشيء هذا كيدور بالفلوس، وبقى كيحاول ما عرفت واش كتمشيو للرباط ولا لا، واش كتركبوا في الطوبيس ولا لا، احسن من الطوبيسات ديال اوروبا هذيك بوحدها. حيت دابا ما نعرف هاد المغاربه هادو شنو حكيتهم. دابا
واخا كاع نقولوا ما عجباتهمش الحكومه ديال السي سعد ديال الاسباب، واخا وهاد الناس هادو اللي يسيروا لكم البذول ديالكم وداروا هاد المعجزات، هذه معجزات. دابا السي اخنوش خرج تيقول باللي اصبح هذا الحزب ديالو رقم صعب في الحياه السياحه. ما كرهناش السي اخنوش، ما كرهناش يولي الحزب ديالك رقم صعب، وما كرهناش تنجح، وما كرهناش. قلنا شنو درتي؟ الا بغيتي تفتخر بالدعم المباشر حنا اللي وريناه ليك، الا بغيتي تفتخر بالحمايه الاجتماعيه حنا اللي طلقناها. شنو درتي؟ قلنا شنو درتي؟ كتفتخر بانك ما ضربتيش المعلمين وضيعتي المغاربه 3 شهور ديال القرايه على والو. جبتي قانون اساسي وليتي عاود ثاني رديتيه وبقيتي كتعنفج في داك الشيء، وعطيتي للمعلمين شي شويه ديال الفلوس ودخلتي فرحان. وهي هذه البيعه والشريه ديال اللي مازال ما عرفش يعني كيف. لا اعلم لها راسا من قدم. ولهذا الاخوان ديالنا هذه السياسه، والسياسه الاخوان راها عباده. حيت الناس دابا اش كيديروا؟ حيت هادو دابا الخصوم ديالكم ماشي هما اخنوش فقط، لا الخصوم ديالكم هما يعني لا، الخصوم ديالكم انتم لا، انهم يرونهم من حيث لا ترونهم، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. الخصوم ديالكم يعني تيتصرفوا بواحد الطريقه ولكن حنا ما عندناش خيار الا نواجهوهم بطريقه طبيعيه. ما عندنا الفلوس، ما عندنا الاعلام، ما عندنا المساندة الداخلية، ما عندنا المساندة الخارجية. عندنا الله سبحانه وتعالى إذا كان معنا. الله يدافع عنا. أيوة، ولكن ما نديريش معاه كونترا. احنا كان خصنا نكونوا في المستوى سيدافع عنا يقينا. أنا كنقول لكم الإخوان ديالنا المحترمين والكبار، لا مفر من هذا الطريق إلا نوجههم. لا كنتي لا بغيتي وقلتي لي هذا الشيء السهل الى بزاف. لا، حنا واخا انهزمنا واحد المره، اولا نقارنوا هذا الشيء بالاهداف الاولى. راه السي العربي باقي عقل سولو، راه كان عندنا هدف ندخلوا غير واحد للبرلمان، واحد. ياك عقلتي السي العربي؟ قلنا غير واحد، ما قبل من الحكومه دابا تا جا السي عبد الرحمن اليوسفي عاد جبدات ما قبل ما ندخلوا الانتخابات كاع. فالحمد لله ولي دابا حنا عندنا 13 وما راضيينش وما قابلينش. 13 تبارك الله ودير فيهم الله سبحانه وتعالى البركه. دابا الاخوات ديالنا اللي يلاه جاوا للبرلمان ما كانش عندهم تجربه كاع في البرلمان ولاو متميزين ومعروفين. انا ما كرهتش تقولوا لي على شكون البرلماني اللي كتعقلوا عليه من غير بوانو والابراهيمي ولا بالاخوان ديالنا وشي واحد ولا جوج من واحد فيهم انت ولا لا راه متابع امام القضاء. كل مره ينوض يجبد العداله والتنميه ويغوت ويدير البلطجه، فهمتيني ولا لا؟ كيسحب له واش البلطجه غادي تنفعو. فبلادكم الاخوان في حاجه. المغرب الاخوان محتاج للمعقول. انا السيده فاطمه الزهراء منصوري الاخوان وصوني عليها، قالوا لي السعد الاله ما تجبدهاش انت غادي ديرها. انا ما بغيتش نجبدها بالحق، ولكن غادي خليني نجبد الحزب ديالي. هي دابا كترأس الحزب وحسب الذي يبدو كتقول بانها غتبذل المجهود باش الى اخره. هذا الحزب الاخوان، هذا الحزب من النهار الاول جاي بنيه سيئه. ماشي هذا الكلام دابا انا اللي تنقولو، السي بن عدي وغيره من رؤساء الحزب وزعمائه يقولون هذا الكلام. الهدف ديالو الاول كان الوقوف في وجه العداله، وهذه نية سيئة. علاش اخويا غتوقف في وجه العداله؟ شنو دار لك؟ النهار اللي دار هذا الحزب كنا انا والسباع كنتذاكروا تنقولوا هذا الحزب المغرب محتاج له. انا والسباع وربما هذا الكلام راه سمعوه الاخوان.
لانه كاين بعض الناس جاو معنا، كاين بعض الناس مشاو مع الاحزاب الاخرى، كاين بعض الناس ما عجبهم حتى واحد من هذا الشيء، ما باغينش العداله الوطنيه، ما باغينش يمكن كيقبلوا التدين في نفوسهم شويه، او لا الا مشاو للعمره ولا الحج شي مره، ولكن يعني عندهم من الالرجي، حساسيه مع بنادم باللحيه، اخت بالحجاب، ما هاد الجنس ما عندهمش استعداد يتحملوه ولا يتعاشروا معه. فيهم اطر وفيهم، قلنا له كان هذا الحزب هذا اللي بطبيعه الحال اللي تبنى الفكره ديال الانشاء ديال داك الشيء هو السي فؤاد علي الذي خرج منهم، ولم بطبيعه الحال التحفظ ما خلاش يقول كل شيء، ولكن راه قال هذا الحزب هذا قلنا له كان جمع الاطر ديال البلاد اللي عندهم هذا النفس الحداثي لنقل، وداروا الديمقراطيه ومشاو شويه بشويه وكذا الى اخره. غادي يكون عند هذا الحزب مكانه في المجتمع تدريجيا، ما يمكنش من النهار الاول. من النهار الاول جبتي واحد المجموعه ديال الناس كانوا في اليسار سابقا، جبتي واحد المجموعه ديال الناس اللي عندهم يعني كيفاش كيسميوهم هذوك اللي كيكون عندهم رصيد انتخابي، جبتي وبغيتي من النهار الاول تفرض بهم كل شيء. من النهار الاول جا ودخل الانتخابات ديال 2009 وجمع حب وتبن. بطبيعة الحال المغاربه كلهم شكوا في هذا الشيء، شنو هذا الشيء هذا، واتخذ على حزب العداله والتنميه هدفا. وماذا كانت النتيجه؟ نحن ضاق علينا الخناق وداروا فيا انا بيان اكثر من مره، وكان فيه تهديد بالمتابعه امام القضاء، بل كانت حتى متابعه امام محاوله متابعه امام القضاء. وإني حنا ملي دخلنا السياسه الاخوان راه ماشي ما كنخافوش، راه حنا بشر بحال الناس كاملين، ولكن وما كاينش السياسه بلا مغامره. واش انت جيتي حيت قلت لكم قبيله واحد القضيه، هاد الناس هادو شنو بغاو؟ ما بغاوكمش تشاركوا في الانتخابات، ما بغاوكمش تشاركوا في السياسه، بغاوكم تمشيو لديوركم، او الا قبلتيو تقسموا تاخذوا شي بركه انتوما وتسكتوا وتوليو طوع البنان يفعلوا بكم ما يريدون. لا ما كاينش، حنا ما قابلينش هذا الشيء هذا، حنا جينا تقنا في هذا الشيء، تقنا في الديمقراطيه وتقنا في الدستور وصوتنا عليه وقلنا غادي نشاركوا في الحياه السياسيه وكذا الى اخره. وكاد في 2009 من بعد 2009 جات الانتخابات ديال 2012 جايه، قال لي السي عبد الله بوانو السي عبد الله نو سوم اون تران دو سوفوكي، يعني نحن نختنق. وانا ديك الساعات بكل صراحه عرفتهم يستهدفوني ويستهدفوا الحزب، وقلت للاخوان راه باقي كيتذكر السي العربي، قلت لهم بيا ولا بهم، وقلت لهم حتى انا حسب ما علمني الله سبحانه وتعالى. لا ولكن بلاتي عندك يسحب لكم مشاعر الا راه انت ولا جوكر كل مره تعاود تخرجوا والله ما اللهم قفلتي ولا فورتي، انا باقي معكم بداك الشيء اللي عطاني الله بالقدر اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، ماشي مشكل. وماشي حتى نطلب منا نعاود نجيبوا 125 ونجيو حنا الاولين، لا، ولكن مطلوب منا نحسنوا الوضعيه ديالنا الا بغى الله سبحانه وتعالى، الا بغى الله سبحانه وتعالى. فخصنا الاخوان ديالنا نفهموا ان هذا الحزب هذا جاء وجاءت رياح الله، جاءت 20 فبراير، ولما جاءت 20 فبراير فهمتيني ولا لا، هذا الحزب هذا رجع. ولهذا باغي نقول للسيده منصوري بغض النظر عليك، الحزب ديالك لا كان زعما شي منطق تيخصكم تعاودوا تبنيوه، ما بغيتش نقول لك تحلوه، وهذا هو الصواب، وتعاودوا تبنيوه على اساس، لان الاساسات اللي تبنى عليها النهار الاول لم تكن سليمه.
وملي ما نجحتش القضيه وجا في 2011 ورجع للطبيعه ديالو دا شي 40 ولا 46 ولا ما نعرف شنو الى اخره. وداك الشيء الاخر كله داك الخلطات كيفاش كيسموهم في الكيمياء، داك الميلونج اللي كان ما نجحش وما غينجحش ان شاء الله الرحمن الرحيم. علاش؟ لانه هذا الحزب هذا دخل الناس فيه اما ليحموا انفسهم من المتابعات القانونيه او لكي يكسبوا بعض المصالح او ليحققوا بعض الافكار التي لا يقبلها المجتمع المغربي المسلم المحافظ. ولهذا انا ما بغيتش نتكلم فيك بسوء. دابا انت يلاه جيتي الاخوان قال لك خصنا كاع نهنيوها، مبارك مسعود الله يكمل لك بخير. لا انت لا دوك الجوج ديال الشباب اللي معاك باش ما نقولش الدراري اللي معاك المهم بارك مسعود الله يكمل عليكم بخير والله يعاونكم. ولا درتيو مجهود وبان باللي نتوما يعني حنا راه ما عندناش مشكل باش نتعاملوا معكم، نتوما راكم مغاربه بحالنا بحالكم. الا كنتيو معقولين راه حنايا يعني مستعدين نديركم يدينا، ولكن التهديد وهذا الشيء راه ما خدامش. وما غتخوفيناش وما غتخوفيش العداله الوطنيه وما غتخوفيش على الاله والكلام. اخواني هذا هو الوضع ديالكم. كاين اللي كيقول لك السي عبد الاله حنا الا ما تبدلاتش القوانين الانتخابيه والا ما كانش الضمانات ولا ما هذا الكلام، الا بغيتو نبدلوا القوانين الانتخابيه انا ما عندي مانع نطالبوا اللي بغيتو نديروها، ولكن حنايا خصنا نشاركوا ونبقاو نشاركوا. المغاربه لقاو هذيك الكلمه، الفرنساويين تيقول لكم لا شغابا، حنا كنقولوا ما مفاكينش، لانه حنا بالخصوص حنا ما عندناش الحق نقولوا شي حاجه. علاش؟ لانه شاركنا بهذا الشيء، جبنا النهار الاول 9، جبنا النهار الثاني 42، جبنا النهار الثالث 46، جبنا النهار الرابع 107، جبنا النهار الخامس 125 الى اليوم قلنا، جبنا النهار الاخر 13 الى اليوم قلنا هذا الشيء ما نشاركوش الا الى كذا وكذا. يقول لك اذا كيفاش داك الشيء ديالكم اللي قبل كيفاش درتيو لي؟ لا، انا غنقول لكم الاساليب اللي كيستعملوا باش يهزمونا باينه، المال والنفوذ والى اخره. ولكن بحال اللي قلت الاخوان ديال الدار البيضاء، الا كانت تسونامي هذاك المال والنفوذ ما كياكلوش. الا ما كانش تسونامي راه غير شي خنيشات فيهم الرمله راه ما تيوقفوا الموجه. فخصكم دابا تشتغلوا الاخوان مع بعضياتكم، ما تبقاوش تقولوا لي راه المدينه ما جاش الاخوان، راه الجهه ما جاوش الاخوان، راه لا. الا ما جاوش الاخوان راه ما كاين والو. نوضوا، تحركوا، خدموا، اجتهدوا، تفاعلوا مع الناس، بينوا لهم. هذا البيان هذا هو اللي كان موضوع الكلمه ديالي في بيان ديال 27 رجب، ديال 27 رجب 1445. هذا البيان هو اللي كان موضوع الكلمه ديالي في الدار البيضاء. ونسولكم هاد البيانات اللي كنكتبوا واش كتقراوهم ولا ما كتقراوهمش؟ السي جمال المسعودي كيرافقني تيونس لي الله يجازيه بخير، في سبيل الله تيبغي كاع يخلص علينا القهوه تنقول له ما تخلص. اتصل بخمسه ديال الاخوان المسؤولين على 6 الاخوان المسؤولين على بعض الاقاليم، قال لهم واش قريتيو البيان؟ سيروا قراوه. هاد البيانات الاخوان نقول لكم واحد القضيه، راه الكبده ديالنا كتعصر باش تنكتبوا. تتجمع الامانه العامه وكنتكلم انا وكنذاكروا وتيبقاو يسجلوا الاخوان وتيعطيو داك الشيء. الاخ اللي مكلف داك الشيء الله يجازيه بخير طبعا حضرتك ما عرفتي تيقول لي سير ما تعاودش تجبدني فهمتيني ولا لا، وتيكتب داك الشيء وتنجبدو وتنعاود نصيفطو للاخوان باش يوافقوا عليه، تيعاود يبدلوا لنا الملاحظات نبداو ندخلوا داك الشيء الى اخره. فهمتيني ولا، وفيه كل شيء، كل الكلمات التي قلت لكم اليوم موجوده في هذا البيان.
أو معناها أو ما يشبهها أو ما هو قريب منها. هذا الشيء هذا يعني ينزل لكم، إن خصكم انتم تقراوه في الهيئات ديالكم، في الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية والكتابة المحلية، وتشرحوا للناس وتوضحوا وتتكلموا وتشجعوا. خاصكم تشجعوا الإخوان وتخاطروا شي شوية. واش كاين شي حزب سياسي اللي عمر شي واحد فيه ما غيمشي للحبس؟ عمر شي واحد؟ لا ما يمكنش. اللي كتبها الله سبحانه وتعالى غادي تكون. على كل حال ملي كنت انا في السجن المحابسيه كانوا عندهم شي كلمات علموها لنا، قال لك الحبس كيدخلوا له غير رجال. ونفع حتى شي عيالات بطبيعه الحال. ولهذا اخواني اخواتي جيت اليوم، انتم الحمد لله قضيتي والمجلس الجهوي ديالكم صوتيو. انا عرفت ذاك المعنى ديال ذاك التصويت. ذاك التصويت معناه الثقه. انتم عندكم في الحزب ديالكم شي حاجه رائعه، عندكم الثقه، عندكم الاستقامه، عندكم الاعتدال، خاص شويه ديال الشجاعه، التفاعل الايجابي. وانا كنقول لكم ماشي المطلوب اننا نعاود ننتصروا من مره، ولكن كاين شي حاجات سميتها الواجب. سي محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله قال لهم ما كاينش النصر ما كاينش الهزيمه، كاين الواجب. حنا تنحاولوا نقوموا بالواجب. وانا النهار اللي استدعيتوني باش نرجع نكون امين عام ديالكم 2021 رجعت حيت هذا واجب. شنو كتعتقدوا باقي انا طمع فيه في هذه الدنيا؟ بالمناسبه نقول لكم ربما ما عمرني ما كنت طمع في شي حاجه، الحمد لله. حياتي كلها هي وانا يعني داكشي اللي كنحتاج له كيسروا لي الله، وحنا غاديين. هادشي اللي كاين. ودابا راني معاكم وانتم كتشوفوا السن ديالي وكتشوفوا يعني العلل الصحيه التي اصبحت اعاني منها الى اخره، وما انا ما اولش نطلق. واش انتم اولين تطلقوا؟ يعني كاينش اللعب ياك؟ ويدنا على بركه الله.